ليه ممكن تاخد مصل الانفلونزا ويجيلك برضه انفلونزا؟ الفكرة بمنتهى البساطة إن إحنا لو في 2025 وعايزين نعمل مصل للإنفلونزا، هنرجع لسنة 2024 ونشوف أكتر 4 سلالات من الفيروس كانت السبب في حدوث الإنفلونزا، وهناخد ال4 سلالات دول ونعمل المصل على أساسهم. لذلك بنقول عليه المصل الرباعي: فاكس جريب تترا، انفلوفاك تترا. فلو شاء القدر إن حصلت طفرة كبيرة للفيروس واتغيرت ملامحه وعمل من نفسه سلالة 5 جديدة، وقتها الموضوع هيبقى 50-50. ده غير ان نزلات البرد العاديه اللي بتيجي للناس كلها واللي من اشهر اسبابها الرينو فيروس، دي حاجه مختلفه تماما عن الانفلونزا. المصل مش بيحميك منها. ولكن كل اللي احنا قلناه ده ما بيقللش من قيمه مصل الانفلونزا، لان الانفلونزا هي اخطر بكتير من نزلات البرد العاديه، وهي اللي دايما بيحصل منها كومبليكيشن وتضاعفات للحاله بتبقى خطر جدا على الناس اللي عندهم امراض مزمنه زي حساسيه الصدر وامراض القلب. والناس دي مهم جدا انها تاخد المصل. لذلك وجب التنبيه.